المكان قدام بوابة توشكا جامعة المنصورة. الوقت حوالي 11 صباحا. الجو عادي جدا، طلاب رايحين يمتحنوا. نيرة نزلت من الميكروباص، كانت رايحة تمتحن مادة زي أي طالب. فجأة المتهم ظهر قدامها. في ثواني طلع سلاح أبيض، سدد طعنات متتالية. الناس حاولت تبعده، بعض الطلاب صرخوا. الكاميرات سجلت كل حاجة. المشهد كان صادم جدا، والأصعب أنه حصل في وضح النهار. بعد الجريمة مباشرة الناس سيطرت عليه في المكان. الشرطة وصلت بسرعة، تم القبض عليه في نفس اللحظة تقريبا. نيرة نقلت للمستشفى، لكن الإصابة كانت خطيرة جدا. الخبر انتشر خلال دقائق، فيديوهات الواقعة بقت ترند، مصر كلها تقلبت. التحقيقات، التفاصيل صادمة خلال التحقيق. اعترف انه كان ناوي يقتلها، اشترى السلاح قبل الواقعة، اختار توقيت الامتحان علشان يضمن وجودها، انتظرها قدام البوابة. يعني الجريمة ما كانتش لحظة انفعال، كانت تخطيط. وده اللي خلى المحكمة تتعامل مع القضية بسرعة شديدة. المحاكمة القضية اتحالت لمحكمة جنايات المنصورة بشكل عاجل. الجلسات كانت مزدحمة إعلاميا. المحكمة أحالت أوراقه للمفتي، صدر حكم بالإعدام شنقا. تم تأييد الحكم لاحقا. الحكم كان رسالة واضحة إن الجريمة دي مش هتعدي. الجنازة، لحظة انهيار جنازتها كانت مشهد صعب جدا. آلاف حضروا، ناس كتير كانت بتعيط كأنها قريبة ليهم. أبوها ظهر متماسك قدام الكاميرات، لكن وجعه كان باين. قال إنها كانت رايحة تمتحن، ما رجعتش. رد فعل المجتمع، القضية فتحت أبواب نقاش كبيرة. العنف ضد المرأة، مفهوم الحب المشوه، فكرة التملك، تأثير السوشيال ميديا على الهوس. هل في إشارات تحذيرية كان ممكن تتاخد بجد أكتر؟ في بنات كتير قالت إنها بقت تخاف تمشي لوحدها. في شباب كتير اتكلموا عن فكرة إن الرفض لازم يتقبل. التحليل النفسي، خبراء قالوا إن النوع ده من الجرائم بيكون وراه شخصية غير قادرة على تقبل الرفض، حب تملكي مش ناضج، إحساس بالاستحقاق، هشاشة نفسية بتتحول لعدوان. المشكلة إن بعض الناس بيفسروا أنا بحبها على إنها هي لازم تبقى ليا، وده أخطر فهم للحب. أول 24 ساعة بعد الجريمة. بعد أقل من ساعة على الجريمة، بدأت واحدة من أسرع القضايا في تاريخ محاكم الجنايات المصرية. ملف ضخم، اعتراف، فيديوهات، وسؤال واحد قدام المحكمة: هل ده قتل مع سبق الإصرار ولا لحظة انفعال؟ يوم 20 من يونيو 2022، بعد دقائق من الواقعة، تم التحفظ على المتهم في مكان الحادث، اقتياده لقسم الشرطة، التحفظ على أداة الجريمة، الاستماع لشهود العيان من الطلبة وأفراد الأمن. في الساعات الأولى دي بيكون أهم عنصر هو تثبيت الأدلة: السلاح، تسجيلات الكاميرات، الفيديوهات المنتشرة، أقوال الشهود، اعترافات المتهم خلال التحقيقات الأولية. اعترف بارتكاب الجريمة، أقر إنه كان بيلاحقها من فترة، أكد إنه اشترى السلاح قبل الواقعة، قال إنه خطط لمقابلتها يوم الامتحان. الاعتراف هنا ما كانش لوحده الدليل الأساسي، لأن القانون المصري ما بيعتمدش على الاعتراف فقط، لكن لازم أدلة مادية قوية تدعمه. قرار الإحالة بعد استكمال التحقيقات. النيابة العامة وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار. أحالت القضية لمحكمة الجنايات بشكل عاجل. الإحالة العاجلة حصلت بسبب وضوح الأدلة، ضغط الرأي العام، خطورة الواقعة. القضية نظرت أمام محكمة جنايات المنصورة. جلسات المحاكمة. المحاكمة كانت سريعة نسبياً مقارنة بقضايا تانية. الادعاء قدم تسجيلات فيديو للواقعة، تقارير الطب الشرعي، تقرير الصفة التشريحية، أقوال الشهود، رسائل التهديد السابقة. الدفاع حاول الدفع باضطراب نفسي، التشكيك في القصد الجنائي الكامل، الإشارة إلى حالة انفعال. لكن المحكمة ركزت على عنصرين مهمين جداً: 1. سبق الإصرار. 2. التخطيط المسبق.
شراء السلاح قبل الواقعة وانتظارها في توقيت محدد. كل ده أكد إن الجريمة مش لحظة غضب. إحالة الأوراق للمفتي. طبقاً للقانون المصري في قضايا الإعدام، المحكمة تحيل أوراق المتهم لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وده إجراء قانوني لازم قبل إصدار الحكم النهائي بالإعدام. بعد ورود رأي المفتي، المحكمة أصدرت حكمها. الحكم: محكمة جنايات المنصورة قضت بالإعدام شنقاً. تم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، لكن تم تأييد الحكم لاحقاً. التنفيذ: في يونيو 2023 تم تنفيذ حكم الإعدام داخل أحد السجون المصرية بعد استنفاد درجات التقاضي. القضية انتهت قضائياً، لكن تأثيرها المجتمعي فضل مستمر. ليه الحكم كان سريع؟ في العادة قضايا الجنايات بتاخد وقت أطول، لكن في الحالة دي الأدلة كانت واضحة جداً. الواقعة مصورة، الاعتراف موجود، سبق الإصرار ثابت. ده خلى مسار القضية مباشر نسبياً. نقاط قانونية مهمة في القضية: القتل العمد مع سبق الإصرار يساوي أقصى عقوبة. الاعتراف وحده لا يكفي، لازم دليل مادي. إحالة الأوراق للمفتي إجراء إلزامي في حكم الإعدام. الحكم لا يصبح نهائياً إلا بعد النقض.